لما كل ما تدخل الأوضة على ابنك أو بنتك تلاقيه نايم نفس هذه النوم، نايم على بطنه، ماذا تصنع معه؟ السنة نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع في مثل هذا الموقف؟ السنة إن أنت تصحيه، قوم يا بطل قوم، عشان تعرفوا إن النومة دي غلط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قالوا بهذه النومة مكروه، هذه النومة مكروه عند الأئمة الأربعة. راجل من الصحابة كان نايم في المسجد النبوي قبل الفجر في وقت السحر، ونايم ومضطجع على بطنه. طخفة ابن قيس الغفاري قال بينما أنا مضطجع على بطني في وقت السحر فإذا بمن يحركني برجله، هو سمع الصوت يحركه ويقول هذه ضجعة يبغضها الله، وفي رواية هذه ضجعة لا يحبها الله، وفي رواية هذه ضجعة أهل النار والعياذ بالله. دي نومة أهل النار، أو نومة يكرهها الله ويبغضها الله ولا يحبها، كلها رواية صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحى قال فإذا به رسول الله، لما بصله كده سمع الصوت واللي بيحركه فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول له لا دي ما تنامش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن، تنام على شقك الأيمن، قلبت على الأيسر مش مهم برضه، ما فيش نهي عن الأيسر، لأن سبحان الله النوم على الجانب الأيمن سبحان الله يخلي الإنسان ما ياخدش راحته جوه، يعني ممكن يقلق يصلي بالليل ويقوم للفجر. أما الأيسر فهو بيخلي الإنسان يستغرق في النوم، ممكن يضع عليه صلاة قيام الليل وصلاة الفجر. انت عارف ان النومة ديت على البطن الاطباء حذروا منها وقالوا بانها مضرة على العمود الفقري وعلى الرقبة وعلى الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، فيه عسر للهضم، وعلى الجهاز التناسلي بتؤثر عليه ايضا، وهي ايضا لها اثار انها تثير الشهوة خاصة عند الشباب، تثير الشهوة، فالبعد عنها وتركها أولى لأنها مكروهة كما كرهها علماء المسلمين. فالسنة بارك الله لك أن ينام الولد على جنبه أو البنت على جنبه الأيمن، أو إن شاء على جنبه الأيسر. إن اضطر لمرض أو لعلة أن ينام أحيانا على بطنه فلا مانع من ذلك، بارك الله لكم.